السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. للأسف الصوت طلع فيه دوشة كبيرة جدا وصوتي واطي، فاضطريت اسجل لكم المرة دي فويس. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بجد جبت لكم كام شنطة كده بجد حلوين قوي، من الحاجات اللي نزلت ترند. تمام. الشنطة الكوتشي دي خامات مستوردة تقفيل مصري. الشنط كلها النهاردة مصري، انتوا مش هتصدقوا بقى ان هي بجد مصري بالجمال ده. تمام. الكواليتي بتاعتها تحفة، زي الميرور اللي نزلت، اللي هي بدأت اسعارها من 1800 ل2200 فيما فوق. تمام. انا مش شايفة ان فيها اختلاف كتير، بالتفاصيل مظبوطة، السوست مختومة. بس حتى الاكسسوارز مقلدينها بالظبط. ماتريال حلوة قوي، الوانها حلوة جدا. الشنطة صغيرة، يعني هي عرضها صغير بس هي طويلة عميقة من جوه. الماتريال بتاعتها تحفة، كل حاجة تحفة. يمكن فرق الدراع الكروس بس مش اكتر. بصوا الختم بتاع الشنطة جميل قوي. بصوا بقى البطانة عجباني صراحة، دي مكلفة بقى. بطانة شموا كده، تحسيها جاية على جلد او شموا مش عارفة، او جلد قلاب، ونفس ختام الكوتشي من جوه، يعني مكلفة خالص. الشنطة دي برضو تعتبرش رخيصة، هي غالية سنة. تمام. بس مش زي الميرور، يعني انا شايفاها. انا لو انا هشتري نفسي، انا هشتري دي، مش هدفع المبلغ الكبير في الشنطة التانية. نفس الكواليتي، ما هي خامات مستوردة كلها من الصين. يعني انا شايفاها حلوة جدا، بس والواناتها جميلة جميلة جميلة. والدراع الكروس بتاعها طويل، يعني اي حد طويل هيبقى لابسها وهو مرتاح. والتقفيل من تحت كمان، لا كلها جميلة. وجبت لكم الشكل التاني الاكبر بتاعها. دي اللون ده بالشكل ده هو ده الاساس، يعني في الموديل بيبقى ليه درجة او شكل اساسي، وبقية الالوان هي اللي بتبقى ايه، مختلفة. هو بقى الشنطة دي هي دي الاساسي في الميرور. دي كانت غالية برضو جدا، ده المقاس الاكبر. طبعا المقاس ده هو المناسب ليا، بالنسبة لي التاني بالنسبة لي صغير جدا. نفس التفاصيل هي شايفين، يعني انا شايفة ان الكواليتي واضحة من الصورة، يمكن محتاجة بس انتوا تلمسوها. نفس التقفيل من جوه حلوة قوي، دراعها الكروس وكل حاجة. انا شايفة الاختلاف، يعني حتى من تحت بصوا، نفس الاكسسوارز من تحت وكل حاجة، والماتيريال حلوة جدا. تمام. يعني هبقى احط لكم مرة صورتين. الفرق، انا شايف الفرق في الدراع الكروس. يمكن التانية اتقل، كواليتي اعلى، لكن في الدراع الكروس، لكن انا شايفة مفيش فرق كبير يعني. بس. ومعايا بقى الشنطة اللي بعدها بقى، برضو من الشنطات من الشنط اللي نزلت في كولكشن عيد الأم. تمام. شنطة لاكوست دي تحفة. المفروض ان انا كنت محضرة سودا بقى، حتى دي لسه ما شفتش الورق بتاعها، بس كنت عايزة اوريكم اللون. برضو دي جميلة جدا والوانها حلوة. الشنطة خفيفة للناس اللي بتحب الشنط الخفيفة اللي مش تقيلة. يعني كان موديل المرة دي كانوا حلوين قوي. حتى محضر لكم لوي فيتون على جنب. ده الاسود بتاعها، جميلة جدا ومناسبة جدا يعني أنا بالنسبة لي الأمهات أكتر أو الكبار شوية، يعني مع أنا أم برضو بس مش هينفع ألبسها. تمام. البطانة مش زرقاء أوي كده، بس هو الفلاش اللي معليها، بس هي كحلي من جوه. البطانة بتاعتها حلوة خفيفة برضو، بس مش من اللي بتتقطع. والشنطة جميلة جدا وكلها حلوة، بس الاكسسوار بتاعها مش مختوم. هو تقريبا أصلا اللاكوست ما شفتلهاش الخامات بتاعتها مختومة قبل كده الصراحة. ده اللون التاني بتاعها، وفي منها الوان تانية جميلة جميلة جميلة. الابيض بتاعها جميل. دي بقى دي جميلة جدا. دي مايكل كورس برضو، خامات مستوردة تقفيل مصري. انا اللي عاجبني ان هما حاطين الاكسسوار اللي من تحت ده علشان الجلد بتاع الشنطة. دي كانت حاجة مهمة، يعني فعلا دي كانت الفرق ما بينهم. يعني ايه؟ ان في المستورد دايما بيحطوا الحاجات دي، اللي هي الاربع رجول من تحت الصغيرين دول، الاكسسوار دول. لكن في المصري ابدا، برضو بيحميها من الارض. بصي الشنطة دي بقى ايه، البطانة مختومة، عشان الناس بتسأل البطانة، لكن السوستة لا مش مختومة. الوان بقى الشنطة دي جميلة جدا.
الجملي تحفة، كلها حلوة ما شاء الله. يعني اختيارات المرة دي موفقة جدا يعني بالنسبة لي. دلوقتي بقى انا جبت لكم الشنطة لوي فيتون، كذا حد يسألني عايز يشوفها على الطبيعة، لان مش واثقين منها قوي في المصري، بس جميلة جدا على فكرة. نفس الخامة دي بالذات، الشنطة دي بقى الحروف دي نفس الخامة بنفس الشكل بنفس البطانة بنفس المقاس، انا ما حسيتش فيها اي اختلاف خالص الصراحة. ده المقاس الكبير، بصوا من جوه نازل منها بطانتين، البطانة دي تمام، والبطانة الشمواه الأحمر ساعات بتنزل بدي أو بدي، بس نفس التقليد هي يمكن، بس البطانة دي إن في الميرور مثلا تبقى قماش ماشي يعني، بس ده نفس الأختام ونفس الشكل هي. أعتقد إن في بعض التفاصيل بتبقى لنفسنا إحنا، لكن محدش هياخد باله بقى دي أنهي خامة وبتاع. تمام، هي من غير سوستة طبعا عارفين، وبتتقفل كده بكليبس من فوق. تحفة تحفة تحفة، بالظبط هي دي بالظبط يعني. انا شايفة مفيش فرق. هي برضو ممكن هي المفروض ساعات بتتضايق كده، بس هي الستايل بتاعها الاساسي ان وهي مفروضة كبير كده. بصوا بقى انا جبت لكم اللي هو لا انا ماسكاها كده، عايزة اوريكم المربع بتاعها. دايما الاقبال الاساسي على الحروف ده الاساسي تمام، وده المربع بتاعها نفس المقاس برضو، بس دي بقى البطانة حمرا. في البطانة الحمرا دي بقى معجبتنيش قوي زي التانية، علشان البطانة الحمرا بتبقى سادة في الأغلب يعني، وبتبقى شمواه. هنا باينة بقى، هنا باينة التقليد بتاعها الصراحة، مع ان نفس الكواليتي ونفس المصنع، بس هنا لمعة البطانة ما كانتش حلوة، انا كان عندي يعملها بيج احسن يعني. بس ده المقاس الصغير، حقيقي شنط حلوة ما جبتش منها المقاس الكبير ما شاء الله صراحة. عايزة اوريكم برضو المقاس الصغير ما شاء الله. استنوني على فكرة بكرة في الشنط الهرمس المصري اللي انا وريتها لكم، اللي انا نزلتها تعجبكم جدا. وبكده اكون خلصت الشنط اللي معايا، واشوفكم المرة الجاية مع شنط مع حمزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.